السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. فيديو جديد ويوم جديد، يوم كله خير وبركة وطاقة ونشاط. نبدأ اليوم بتاعنا ونصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لو انت اول مرة تزوري قناتي نوريني باشتراكك عن طريق المستطيل الاحمر اللي تحت الشاشة. اضغطي عليه هيظهر لك الجرس، اختاري الكل علشان كل الفيديوهات اللي بنزلها توصل لكم بإذن الله. وما تنسونيش بلايك للفيديو تشجيعا منكم ليا. نبدأ يومنا ونقول بسم الله. صباح الفل وصباح الجمال وصباح النشاط. يومكم سعيد مبارك يا رب علينا وعلى الجميع. نبدأ كده اليوم بتاعنا بكل همة ونشاط. عايزاكي كده تقومي على طول تشوفي ايه اللي وراكي بعد الفيديو ده. انا بنزل لكم الفيديو بدري علشان يعني ايه تتنشطي كده وتقومي تشوفي اللي وراكي الصبح. انا رحت السوق، رحت السوق، يعني انتوا عارفين ان يوم السبت بنزل السوق بتاعي وكده. جبت الحاجه، انا ما كنتش عايزه حاجات كتير، يعني معظم الحاجات اللي انا جايباها فاكهه. عندي الحمد لله والشكر لله، عندي الخزين بتاعي اللي هو الحاجات التفريزات اللي احنا بنفرزها. يعني عايزه اقول لكم ما تتخيلوش هي بتوفر عليا قد ايه وبتسهل عليا حاجات كتيره جدا جدا. انا الحمد لله الحمد لله زي ما انتوا عارفين مفرزه معظم انواع الخضار اللي بتبقى موجوده في السوق، اللي في الموسم بتاعه انا بجيبها وبفرزها. فلما باجي اشتري بقى ما بشيلش هم الشراء، او مثلا اخاف الفلوس ما تكفيش، او ممكن اقدر زي ما انتوا عارفين ان احنا بنسمسر كده وبنوفر في الحصاله وبنحوش فيها. ف... فالحمد لله والشكر لله، يعني ايه التفريزات بتوفر علينا حاجات كتير، مجهود وفلوس وكل حاجه. والله المستعان. عايزاكي كده في اول الفيديو ما تنسيش تحطي لي لايك للفيديو واشتراك في القناه لو انت لسه ما اشتركتيش. ندخل بقى نغسل كده الخضار بتاعنا والحاجه. يعني ما رضيتش ان انا اعملهم على الرخامه زي ما احنا بنعمل كل فيديو سوق، لان زي ما قلت لكم انا مش جايبه حاجات كتير، معظمها فاكهه يعني. انما انا همشي باللي عندي طول الاسبوع، هطبخ بالحاجات اللي موجوده عندي. يعني هتلاقوني ممكن اعمل صينيه بطاطس ورز معمر، انا عندي بطاطس. ممكن تلاقوني اطلع كيس قلقاس واعمل قلقاس. فانا بمشي باللي عندي، ما بشتريش حاجه. الحمد لله والشكر لله على كل حال. هنشوف الاسعار بصراحه في الطالع، يعني الاسعار كل سوق كل ما بنزل بلقى ان هي اعلى من السوق اللي قبله، في الطالع في الطالع في الطالع. مش عارفه هتبدا تنزل تاني امتى، بس الله المستعان. انا جايبه العنب دوت الاتنين ب25 جنيه، العنب اللي هو الطويل شويه كده. بس عايزه اقول لكم طعمه مسكر جدا جدا جدا، حلو قوي قوي قوي، احلى من الابيض كمان. ال2 كيلو ب25 جنيه. الطماطم اللي لسه يعني مازال يعني ان هي غالية قوي الطماطم. الاتنين ب25 جنيه بالظبط. ايوه انا جايبه كيلو وربع بال15، اللي يعني الراجل اداهم لي ب15. لان انا الحمد لله ميزه بقى التفريزات في ايه، انا مفرزه الصلصه فبشتري بس كيلو وربع او ممكن كيلو كمان طول الاسبوع، بحيث ان انا لو احتجت اعمل سلطه جنب فطار حاجه. انما لما باجي اطبخ اعمل مكرونه، اعمل مثلا محشي، اي حاجه من الحاجات دي بطلع من اللي عندي في الفريزر. فالحمد لله والشكر لله كل حاجة يعني التفريزات حلوة. لما انا كنت شارية القفص بحاله كله على بعضه كده ما شاء الله، كان وزن حلو وكان عمل لي كمية كويسة، كنت شارياه كان ب35 جنيه. فلما القفص كله ب35 جنيه، انما دلوقتي انت تروحي تشتري 2 كيلو بس ب25 جنيه. فالطماطم غالية جدا جدا اليومين دول. يعني ايه الحمد لله الحمد لله ان احنا مفرزين. هبدأ بقى اغسل في الحاجة بتاعتي. زي ما قلت لكم العنب انا كنت جايباه ال2 كيلو ب25 جنيه. والبلح الاحمر دوت اول مرة، لا مش اول مرة، تاني مرة اجيبه. البلح الاحمر الكيلو فيه ال2 كيلو ب30، يعني الكيلو ب15 جنيه. ممكن الاسعار علشان ما نختلفش، يعني الاسعار ممكن تكون في اماكن تانية ارخص من عندي، وبرضو في اوقات في اماكن تانية بتبقى اغلى من عندي. يعني في كلتا الحالتين اللهم لك الحمد ولك الشكر، كفاية ان الحاجة موجودة. دي نعمة في الزمن اللي احنا فيه ده. يعني مش هنقول بقى إيه الحاجة غالية ونقعد، لا بس برضو كفاية احنا في بلاد ودول عربية ما عندهمش، في عندهم نواقص، في عندهم الاسعار غالية بدرجة فلكية. فاحنا برضو نحمد ربنا الحمد لله والشكر لله. ربنا يا رب يعني ايه يديمها علينا نعمة يا رب ويحفظها من الزوال. اللهم صل على النبي.
البلح الاسمر انا جايباه، انبسطت قوي لما شفته. هو بقاله كام سوق موجود، بس انا اول مره اجيبه. انا جايباه للاكل، انما شويه برضو وهنفرزه مع بعض. انتوا عارفين ان انا يعني انا بعشق التفريزات، اي حاجه بتنفع تتفرز انا بفرزها. البلح الاسمر انا جايباه ب... اللهم صل على النبي، الكيلو وربع ب10 جنيه. كيلو وربع البلح الاسمر ب10 جنيه. جينا بقى للطماطم والخيار. الطماطم زي ما قلت لكم ب12 ونص، ال2 كيلو ب25 جنيه، يعني مجنونة يا قوطة. الطماطميتين دول كانوا موجودين لسه عندي من الاسبوع اللي فات، فهم كويسين وزي الفل زي ما هم. فهعين كل حاجة، هنغسل بقى كده كل حاجة ونعقم كده الدنيا، ونحافظ على نفسنا. ربنا يا رب يحفظنا. نخلي بالنا، وبالي وبالكم، وبنصح نفسي وبنصحكم برضو ان احنا نخلي بالنا من كورونا. ربنا يا رب يعافينا ويحفظنا ويسترها يا رب، واللهم ارفع الوباء والبلاء عننا جميعا يا رب وعن العالم اجمع، اللهم امين يا رب العالمين. الطماطم قلت لكم الاتنين ب25، والخيار انا جايبه الكيلو ب5 جنيه. تمام. اللهم صل على النبي. المانجا عايزه اقول لكم المانجا دي طلعت تحفه بجد. اسمها ايه انا مش عارفه، بس عايزه اقول لكم ان هي لونها اورنج قوي 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 قوي، وكمان ريحتها وطعمها مركز قوي قوي قوي، وطلعت مسكره جدا، والنقايه بتاعتها يعني رفيعه قوي، فما شاء الله طلعت جميله جدا. خلاص كده غسلنا كل حاجه. يبقى انا قلت لكم الليمون الكيلو ونص ب10 جنيه، بس انا عندي ليمون فما جبتش. الفلفل ب5 جنيه. ايه تاني؟ القته برضو الاربعه ب10 والخمسه ب10. يعني في حاجات كتير عندي، فانا ما جبتش قته، ما جبتش ليمون، ما جبتش فلفل. في حاجات موجوده عندي فما جبتهاش. انا بجيب دايما الحاجه اللي ناقصاني. التلاجة الحمد لله نظيفة زي الفل زي ما انتم شايفين، ايدي فيها على طول، واي حاجة بتفضى على طول بغسلها وبنضفها علشان ايه الدنيا تبقى معايا تحت السيطرة وزي الفل. الحلة دي فيها حليب علشان محدش يقول لي انت حاطة حلة في التلاجة، الحلة دي فيها حليب. عندي ليمون، بصوا الليمون ده من الاسبوع اللي فات تمام وزي العسل، وعندي برضو فلفل ما فيش فيه اي حاجة ما شاء الله كويس وزي الفل. فهحطه كده كله ايه مع بعض في منظم واحد، علشان برضو ايه المكان يعني، والتلاجة ما شاء الله احنا لسه في اول الاسبوع، انما بتيجي في اخر الاسبوع بتبقى فاضية وما شاء الله عسل. فاللهم صل على النبي. خلاص كده رتبنا كل حاجة وغسلنا كل حاجة، والدنيا معانا بقت تمام وزي العسل. نمسك بقى الخضار بتاعنا. الجرجير هو اللي بدأ ان هو يرخص. كان الجرجير بيتباع عندنا الربطة بجنيه وبجنيه ونص، يعني جت فترة ربطة الجرجير بجنيه ونص. لا النهاردة اللي انا جايبة التلات ربطات دول التلاتة ب2 جنيه، فيعتبر برضو كويسين يعني الحمد لله. اللي انا نسيت اجيبه فعلا وكنت محتاجة ربطة كزبرة او كده، بس ممكن اشتريها سهلة في اي وقت يعني وكده. اللي انت مش ممكن تسوقي، يعني انت ممكن مش شرط تسوقي نفس التسويقه اللي انا بسوقها. انا بديكم الفكره ان انت جيبي الحاجه اللي لازماكي، جيبي الطلبات اللي انت محتاجاها. محتاجه مثلا منظفات، كلور خام، جيبي توابل. انا كنت جبت ب5 جنيه حبهان، يعني انا بعشق ريحه الحبهان وبحب طعمه قوي 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 في الشوربه، سواء شوربه الفراخ او شوربه اللحمه، بحب ريحته جدا. فانا بقيت كل سوق بجيب ب5 جنيه حبهان، ب5 جنيه حبهان. عايزه اقول لكم ان انا مليت البرطمان كله بقى حبهان ما شاء الله. فدايما كده شوفي ايه النواقص اللي عندك. مثلا عندك يعني بحاجه بسيطه زي كده ممكن تجيبي ب5 جنيه مثلا فلفل اسمر. مش شرط تروحي عند العطار مثلا وتجيبي 8 كيلو او ربع كيلو يقطع معاكي مبلغ او ياخد معاكي مبلغ. لا جيبي يعني على قد اللي معاكي، جيبي ومشي نفسك ومشي بيتك، وما تخليش بيتك ناقصه حاجه. بحاجه بسيطه قوي هتخلي بيتك يعني ما شاء الله كل حاجه موجوده فيه. مش شرط تشوفي او مش شرط تروحي اول كل شهر وتجيبي المكرونات والدقيق بتاع الشهر والخزين بتاع الشهر. لا انت امكانياتك مش كده، خلاص محدش هيفرض عليكي ان انت تجيبي الحاجات دي. امكانياتك تسمح ان انت تجيبي حاجتك بالشهر تمام وزي العسل، حاجتك بالاسبوع برضو تمام وزي العسل، حاجتك كل ما تيجي تنزلي السوق يعني المناسب ليكي والمتاح ليكي اعمليه. بس المهم يبقى بيتك كده عمران، ودي تعتبر شطارة منك ان انت تقدري تمشي امورك باللي معاكي. ما تحسيش بقى ان انت مخنوقه، لا انا عايزه اجيب كل حاجتي في اول الشهر، لا انا عايزه اخلص مش عارف ايه، لا ما ينفعش الكلام ده.
فربنا يا رب يرزقنا جميعا ويوسع رزقنا، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل على النبي. انا نضفت كده الخضار ونقعته برضو شطفته كذا مره، ونقعته كده في ميه وخل علشان الورقيات هي اللي بتحتاج اكتر حاجه ان هي تتعقم بالخل، عشان تكوني ضامنه ان ما شاء الله ان الحاجه نظيفه وكويسه. خلاص كده برضو الخضار اتغسل وكل حاجه. هبدا بقى ان انا انضف السمك النهارده انا هعمله مشوي. انا كل مره بشعر لكم في السمك بصراحه. عايزه اقول لكم السمك اليومين دول ما شاء الله ما شاء الله طعمه تحفه 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 بجد، صابح قوي وحلو قوي ومسكر قوي، يعني بصراحه جميل جدا. فكده انا نضفت السمك المشوي. انا ما بشيلش القشور بتاعته عشان انا اتسالت السؤال ده. المشوي زي ما انتم شايفين انا قصيت بس يعني الزعنفه اللي هي عند البطن وفتحتها ونضفت، شلت البطن فضيتها من اي حاجه. انا بحب اشوي السمك بتاعي كده. انما المقلي بقصقص كل حاجه فيه، بقصقص الزعانف وبشيل القشور وبفتح البطن، يعني بتقصقصيه كله، بتشيلي القشر بتاعه. انما المشوي لا. انا شطفته كويس قوي، واتاكدي برضو ان هو من عندي السلسله كده مغسول حلو قوي، علشان يعني يبقى طعمه مسكر كده، ما يبقاش فيه دم فيه. مسكت بقى هنا ليمون. السمك يعني غرقي ليمون، غرقي ليمون كده، ريحه السمك بتبقى حلوه قوي وبتتخلصي من اي ريحه زفاره. وبلاش نعصر الليمونه وندعكها في ايد، يعني ندعك القشره في ايدنا، علشان في ناس زعلوا من حد زعل من الحكايه دي يعني وكده، لما بقول لكم ممكن بقشره الليمونه تدعكي ايدك فيها، بلاش خالص خالص. الله المستعان. عصرت كده الليمون وهسيبه بقى كده واحطه في التلاجة. كل ده كنا بقينا يعني كنا قبل الظهر. عايزه اقول لكم ان انا الحمد لله جيت من السوق على طول، فطرنا سريع سريع وعلى طول دخلت المطبخ علشان اخلص كل اللي ورايا اول باول. فوط المطبخ دي انا كنت غسلاها من اليوم اللي قبلها، لما كنت نظفت معاكم السفرة وكان عندي يعني فوط المطبخ دي كانت عايزة تتغسل، فكنت غسلتها ونضفتها حلو قوي، يعني اتغسلت حلو. وبحب اعقمها برضو بشوية كلور. الفوط اتسألت عليها. الفوط دي حبيبة قلبي هي مايكرو فايبر. انا كنت شارياها من محلات اللي هي الادوات المطبخ، مستلزمات ادوات المطبخ. عايزه اقول لكم ان هم تحفه. بيشربوا ميه كتير قوي قوي قوي، بيشربوا كميه كويسه. بيلمعوا حلو جدا، ما بيسيبوش وبر ولا اي حاجه، وحلوين جدا جدا جدا. انا كنت شاريه الواحده ب10 جنيه. في دلوقتي اللي هم لونين اتنين، يعني انا بشوفهم بيتباعوا بيبقوا لونين اتنين، مثلا وش موف ووش اصفر، بيبقوا اتنين كده بس ب15 جنيه. بس انا اصلا عندي ما شاء الله كمية حلوة، يعني دول مغسولين غير اللي انا بستعملهم كمان، فعندي يعني كمية حلوة، فمش محتاجة ان انا اشتري فوط مطبخ. بس حلوين قوي، انصحك ان انت تجيبيهم. انا كنت شارية الواحدة كانت ب10 جنيه، بس الكلام ده كان من حوالي سنة او سنة وشوية. والفوطة اللي على الوش دي فوطة اللي هي تنشيف، اللي انا برص عليها المواعين والحاجة، يعني الفوطة دي. بس كده وخلاص، خلصت كل حاجة، رصينا كل حاجة الحمد لله في مكانها. وكمان عملت بقى اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. خلاص خلصت. وكنت كمان عملت رز ابيض علشان هطلع اشوي السمك. وعملت الدقه بتاعت السمك، فرمت كده في في الخلاط طماطمايه والليمون، وحطيت كده معلقتين من الدقه اللي احنا عاملينهم. وخدت بقى اشيائي وعملت سلطه، برضو سلطه خضراء، وكل حاجه جهزتها علشان اطلع على السطوح نشوي السمك. كنا بقينا بعد العصر، يعني انا كنت ارتحت كده شويه حلوين، وبعدين خدت بعضي وحاجتي وطلعنا على السطوح علشان اشوي السمك، وكمان احط اكل الطيور علشان ما كنتش لسه طلعت لهم بصراحه. صليت بنا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هحط بقى الاكل الطيور. الخلطه دي انا عاملاها لهم عيش على تشيشه على علف، خلطه كده كلها مع بعضها، وبحطها للفراخ عندي، وبحط لهم الميه. وربنا يبارك يا رب ويطرح لنا البركه فيهم، اللهم امين يا رب العالمين. الحر الفتره اللي فاتت كانت موجه الحر القوي دي والكده، حساهم ان هم بصوا تحسوا ان هما دبلانين، مش عارفه ليه، يعني تحسوا كده ان هما هبطانين زي حالتنا كده. احنا بما اننا احنا كمان في الحر مفرهدين وهبطانين، هما كمان تحسوا ان هما مفرهدين هما كمان والله.
فبقول يا مسهل الجو كده يتحسن ويتظبط ويرجعوا تاني كده ايه نعنشهم ويبقوا تمام. انما هما كويسين، يعني الحمام بتاعهم كويس ومفيش فيهم اي حاجه، بس مش عارفه حاساهم ان هما دبلانين شويه. لو حد يعرف ليه قولولي السبب واكتبولي في التعليقات. بالنسبه بتقولي السطح عليه كراكيب، ايوه انا عارفه ان السطح عليه كراكيب. ما هو الكراكيب اي بيت بيبقى فيه كراكيب، عشان نكون متفقين. الكراكيب هتتحط فين؟ يعني وكمان الحاجات دي ما تخصنيش، دي الحاجات دي تخص جوزي، يعني حاجات جوزي هو اللي حاططها، فانا ما اقدرش ان انا اتصرف عليه فيها يعني وكده. فربنا يا رب يوسع علينا جميعا ويرزقنا جميعا من حيث لا نحتسب. الزرع بتاعي يعني هو اللي بيفرحني دلوقت. لما بطلع على السطوح القى الزرع ما شاء الله كده مطلع فل وياسمين ما شاء الله، بيبقى طارح، بكون مبسوطه جدا جدا بيه. يعني حاجة كده بتحسن النفسية. وكمان انبسطت جدا لما لقيت الوردة بتاعتي ما شاء الله بدأ ان هي تفتح، يعني انبسطت جدا يعني الحمد لله والشكر لله. هو الزرع اي نعم بعافية حبتين، بس انا ناوية ان شاء الله بإذن الله عايزة كده اطلع على مشتل اجيب كذا زرعة جديدة، علشان يعني حاجة كده مريحة للعين ومريحة كمان للنفسية. حطيتي اللايك ولا لسه؟ حطي لي يلا لايك للفيديو. بعد بقى ما شويتي السمك، طبعا احنا شوينا السمك اكتر من مره. السمك ده عاملاه بس بملح وليمون وشطه وكمون بس، مش حطاه في الدقه. التمليحه اللي انا بعملها في جزء بيحب كده وفي جزء بيحب كده، انما التاني ده عاملاه بقى اللي هي ايه، حطاه بعد ما شويته حطيته كده في التمليحه بتاعته. كده خلاص خلصنا بقى كل اللي ورانا. عايزاكي كده طول ما انتي واقفه وطول ما انتي بتشتغلي، بصوا شويه المسحوق قد ايه اللي كانوا في الازازه، شويه صغننين جدا. شويه دول هنغسل بيهم كميه المواعين دي، وكمان برغوه حلوه قوي، وكمان يعني لمعان ونظافه وتوفير مفيش احسن من كده. صليتوا بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فقره غسيل المواعين، فقره الدردشه مع اخواتي الغاليين. لو وصلتي معايا لحد هنا قولي لي بس ما احنا معاكي. وكمان ما تنسيش تحطي اللايك، انا بفكرك لو انت لسه ما حطيتوهوش. حبيبتي بتقولي ارجوك يا بسمه اعرضي المشكله في اقرب وقت. معلش يا قلبي انا اتاخرت عليكي. حمايه انا اللي بقول لها معلش انا اتاخرت عليها. المشكله بقى ايه؟ حمايه اخد كل حاجه وعطاها لبنته الكبيره، مع ان جوزها سايب ليها ملايين. حتى البيت اللي قاعدين فيه باعه واخدت فلوسه. واحنا اترمينا في الشارع. وقعد 11 سنة ما يعرفش عننا حاجة، وحاليا ورث 250,000 ووزع المبلغ على البنتين. وجوزي لا، وانا مقهورة وحاسة بالظلم قوي، ويعلم ربنا ما اسأنا ليه في اي حاجة، وحسبي الله ونعم الوكيل. حبيبتي ربنا يهدي ويصلح الحال، ويهدينا جميعا ويصلح حالنا جميعا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. انت قلتي ان انت مقهورة وحاسة بالظلم، ودعوة المظلوم مفيش بينها وبين ربنا حجاب. يعني انت مش ظالمه، انت ما ظلمتيش حد، فدي حاجه تريحك شويه. زائد ان هو ان جوزك اكيد 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 ربنا سبحانه وتعالى هيعوضه خير كتير في اولاده. ممكن مش الخير والرزق ان هو يكون فلوس، لا، ممكن الخير والرزق ان هو في اولاده. ممكن الخير والرزق ان هو زوجة صالحة، زوجة صاينة بيته وصاينة اسرار بيته يعني وشايلاه في عينيها. حماكي هو اللي ظلم. وكمان يعني ما هو في حاجة بتقولك ايه، اظلم من الظالم من يساعد الظالم على ظلمه. اظلم من الظالم يعني لو شخص ظالم في اظلم منه اللي هو بيساعد الظالم على ظلمه. مين بقى الشخص ده؟ والله برضو اعلى واعلم. الشخص ده اللي هي عمتك، اللي هي قبلت الفلوس، ان هي بتقبل من باباها كده، ان هي بتشجعه ان هو يعمل كده. ما هو لما يلاقيها ان هي بتاخد الفلوس مبسوطة. انما لو هترجعه وتقول له يا بابا لا، يعني ده مش حقي، او هنقول هبة، يعني ممكن حد يقولك دي هبة من الاب لبنته، بس برضو مش معنى كده ان هو يظلم الاطراف الاخرى خالص. الهبة ان انا مثلا ايه، ادي بنتي اميزها شويه لو ظروفها محتاجه، انما دي ظروفها انت بتقولي مش محتاجه. فانت دايما قولي يا رب، مفيش بين دعوتك وبين ربنا سبحانه وتعالى حجاب. والظالم يعني ادعي له، ادعي لحماك ان ربنا يا رب يهديه، ان يرجع لرشده ويرجع لصوابه قبل فوات الاوان. فوات الاوان ان احنا نتحط في القبر وهنتحاسب على كل حاجه، ان الموت بيجي في لحظه.
في لحظة كده البني آدم بيكون في عالم تاني، عالم الآخرة بقى والحساب، ونتحاسب على كل صغيرة وكل كبيرة. زوجك ربنا يا رب يعني يلهمه الصبر ويعينه ويرزقه يا رب من حيث لا يحتسب. وكمان عمتك ربنا يهديها ان هي تقبل على نفسها حاجة مش حقها، ربنا يهديها ويصلح حالها وحالنا جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. عايزه اقول لكم يعني حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وانا بقول لنفسي الكلمه دي دايما، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. احنا هنتحاسب، فاحنا لازم كده نحاسب نفسنا قبل ما نتحاسب. انا عملت ايه؟ قضيت الفروض اللي عليا ولا لا؟ النهارده اتكلمت مع حد، اغتبنا حد ولا لا؟ لو كده حاولي تستغفري ربنا. نلحق نفسنا قبل فوات الاوان، نلحق نفسنا قبل ما في لحظه هنتوكل على الله كده وهنبقى في دنيا تانية، مش هنلاقي، يعني هنقول يا ليتني يعني، وما ينفعش الندم وقتها. فربنا يا رب يصلح حالهم. انما يا حبيبتي انت دايما اقفي في ظهر جوزك، دايما قولي له يا حبيبي كفايه ان انت ما ظلمتش، كفايه ان انت ما اكلتش حق حد، كفايه ان انت ما خدتش حق حد او ما ظلمتش حد. فدي حلوه في يعني في حقك عند ربنا سبحانه وتعالى. واكيد اكيد ربنا يمهل ولا يهمل. بص انا كنت اتسالت حبيبتي بتقولي يا بسمه انت بتحطي السكاكين فين او المعالق لما بتحطيها لفوق؟ بحطها في العلبه اللي انتوا شفتوها دي. انا كنت شاريه من محلات اللي هي الاسبونشات والحاجات دي وكده. كانت مش عارفه ب10 جنيه او ب15 جنيه، معلقاها في الرشاقه يعني في الصفايه بتاعه الاطباق، وبحط فيها السكاكين والمعالق والكلام من ده عشان كنت اتسالت. فوانا بغسل السيراميك شفتها فقلت اما ايه اقول لكم. نغسل بقى كده الحوض والسيراميك ونصب من الدنيا كده تصبينه محترمه علشان ايه؟ يبقى مطبخنا كده فله شمعه منوره. فانت حبيبتي ربنا يوسع رزقكم ويبارك لكم في رزقكم. والله العظيم دعوتك هتستجاب إن يعني عاجلا غير آجل، وربنا يمهل ولا يهمل. فالصبر حلو. حماكي حابب يعمل كده، ربنا يهديه، ربنا يهديه، لان هو بيفرق ما بين الاخوات، ودي حاجه وحشه. ربنا يهديه ويصلح حالنا ويهدينا جميعا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. غسلت كده كل حاجه، والحوض ما شاء الله بقى زي الفل اهو. ورجعنا كده كل حاجه. كان الشويه اللي كانوا فاضلين من المسحوق ما كانوش خلصوا. برضو عايزه اقول لكم ان لو ليكم راي اكتبوا لها برضو في التعليقات، لان اصحاب المشاكل بيقراوا التعليقات وبيستفادوا برضو من تعليقاتكم. بالنسبه بقى للهلوبه، انا مش بحط كل مره اللهلوبه لان هي يعني بترقد لتحت كده، فمش بتدوب بسهوله، يعني ممكن مرتين ثلاثه على ما احط ايه لهلوبه مره. زي ما انتم شايفين هي في الارضيه اهو، بقلبها كده ورجاها، كان الخل خلص من عندي ما جراش. وعملت كده ربع الازازه بس، اللهم صل على النبي، ربع الازازه بس بتاع ده صابون. وبقيتها بكملها ميه وخلاص، وبتمشيني ما شاء الله، بتمشيني ممكن 3 ايام كمان. وانا بغسل مواعين كتير جدا، يعني مواعين فطار وغدا وتشطيب مطبخ بالليل وبوتاجاز، يعني بغسل كتير جدا. الخلطه دي موفره جدا جدا. بحب بقى بعد السمك ان انا اشرب شاي، سمك شاي، يعني هي دي ممكن المره الوحيده اللي في الاسبوع ان انا بشرب شاي فيها، هي بعد السمك. هعمل كده كوبايه شاي خفيفه، يعني حاجه شاي خفيفه قوي كده. لو وصلتي معايا لحد هنا حطي لي يلا لايك للفيديو، وكمان يا ريت شير للفيديوهات مع اصحابكم علشان عيله قناتنا تكبر بيكم. واكتبوا لي في التعليقات كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ودايما ادعوا ربنا اللهم علق قلوبنا بالقران وبالصلاه. يعني الدعوه دي حلوه قوي 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 قوي. لو استمريتي عليها هتحسي كده ان انتي يعني مستنيه الاذان ياذن عشان تصلي، مستنيه الاذان ياذن عشان تقفي بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. فدايما ندعيها ربنا يا رب يستجيب مننا جميعا يا رب يا رب في اقرب وقت كده، يعني ايه عاجلا غير اجل. وبرضو بحب اكل حاجه مسكره، يعني اشرب شاي واكل حاجه مسكره كده بعد السمك. لمبادة ده بصراحة طعمه حلو جدا، والشوكولاتة بتاعته بيبقى طعمها حلو. يعني يلا الحكاية خربانة خربانة، بلا رجيم بلا بتاع بقى، لسه لما ندخل الشتاء نقلل ونظبط الدنيا تاني زي الاول. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلايك للفيديو واشتراك في القناة لو انتوا لسه ما اشتركتيش. اشوفكم على خير في فيديو جديد، هتوحشوني جدا جدا، وما تنسونيش بلايك. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.